طريقة تحضير الكرواسون بدون بيض وبدون حليب: عندي خميرة بيرة ضفت ليها حوالي كوب من المية الدافية وتركتهم جانبا. هبتدي أضيف المكونات الجافة: ضفت 3 كوب من دقيق متعدد الاستخدامات، 3 كوب وربع من الدقيق، ضفت ليهم حوالي 20 جرام من الزبدة اللينة الطبيعية. كنت محضرة الزبدة في فيديو سابق، ممكن ترجعوا لها. هعجن كويس جدا المكونات مع الخميرة والسكر وكمان رشة الملح. هعجن لمدة لا تقل عن 10 دقايق كاملة عشان أحصل على عجينة متماسكة جدًا وناعمة. وبعد كده على سطح العمل هابتدي أعجنها كويس جدًا، وبعد كده هابتدي أسيبها تختمر تمامًا لمدة 12 ساعة في التلاجة. مهم جدًا لتحضير كرواسون ناجح في البيت إني أخمّر العجينة على البارد. هابتدي أضيف 180 جرام من الزبدة الطبيعية في ورقة زبدة، والزبدة بتكون باردة بدرجة حرارة التلاجة، وهابتدي أضيفها في الفريزر. خرّجت العجينة بعد مرور 12 ساعة من التلاجة، هاحصل على عجينة مطاطية وكمان ناعمة جدًا وطرية. ابتديت أضيف فرخ الزبدة اللي كنت محضّراه وهو متجمد في الفريزر، وبعد كده هابتدي ألِف الزبدة على العجين وأبتدي أفردها لمستطيل. هابتدي أتركها في الفريزر مرة تانية لمدة نُص ساعة أو في التلاجة لمدة ساعة. ما بين قليل من الدقيق على سطح العمل هابتدي أفرد لمستطيل، وبعد كده هابتدي أحوش بالفرشة الدقيق الزايد. مهمة جدًا الخطوة دي عشان أحصل على توريق ناجح جدًا للعجين. ضفتهم مرة تانية في التلاجة لمدة ساعة أو في الفريزر لمدة نُص ساعة، وبعد كده هابتدي أفرد العجين كويس جدًا لمستطيل، وبعد كده هابتدي أتنيه من الأطراف عشان أحصل على حوالي مربع طوله 10 سنتي وارتفاعه 8 سنتي. هابتدي أضيفهم مرة تالتة في التلاجة أو في الفريزر زي ما تحبوا. مهم جدًا إني أستخدم العجين وهو بارد علشان طبقات الزبدة ما تخرجش مني أثناء الفرد. بعد الفرد هاحصل على فقاعات عالية جدًا للعجين، وده دليل على نجاح العجينة وهتورق جدًا معايا بطريقة ناجحة جدًا. هابتدي أفرد العجين وبعد كده أبتدي أقطعه مستطيلات، وكل مستطيل هابتدي أقسمه نصين بالطول عشان أحصل على حوالي 10 مثلثات. بعد كده هابتدي ألفّهم رول زي الكرواسون الجاهز بالضبط، وبعد كده ممكن ألفّه مستطيل أو وردات زي ما نحب. هاسيبه يخمر في فرن ساخن مسبقًا لمدة تِلت ساعة. هاحصل على عجين وكرواسون منتفخ جدًا، وبعد كده أبتدي ألمّعه بقشطة وصفار بيض. هيقعد تقريبًا تِلت ساعة في درجة حرارة 170. هاحصل على كرواسون مورق وناجح جدًا بيتي، وكمان هش وصحي جدًا وبدون بيض وسهل جدًا في التحضير. وممكن نعمله بحشوات كتيرة بالجبنة أو بالشوكولاتة زي ما تحبوا. وده شكله من جوه مورق وناجح جدًا، وده ميني كرواسون. جربوا وصفة الكرواسون البيتي بطريقة ناجحة جدًا، وأشوفكم على خير في فيديو جديد.